وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الصحة؟ زي الحال وزي الولاد. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده ان شاء الله. هنعمل مع بعض السابليه، بس هعمله لكم برضو بطريقة حلوة مختلفة وطعمه مختلف وهيعجبكم قوي قوي قوي، غير الايه، غير الحاجات التقليدية يعني اللي ايه بتتعمل في المحلات وكده. يعني هتلاقوا الصنف اللي بعمله لكم ده مش موجود في اكتر المحلات، مش هتلاقوه موجود. ممكن يكون كمان يعني نادر جدا اللي هتلاقوه بيعمله يعني. تمام. هنعمل النهارده سابليه بايه بقى؟ بالقرفة. بيبقى من اجمل واروع ما يكون، احلى من اللي هو السابليه الساده او بالشوكولاته كمان. ليه بقى السابليه الساده او بالشوكولاته؟ بتحس ان انت بتاكلي سمنه ودقيق، اما لما بتدخلي الاضافه بتاعت القرفه دي بيديكي احساس تاني كده، احساس كده بالحاجه الحلوه الجميله اللي ليها ريحه وليها طعم ومذاق خاص يعني. يعني الحقيقه ان هو بيبقى ليه مذاق خاص خالص. فعندنا المكونات بتاعته ايه؟ ادي 6 مجات من المج ده بتاع الشاي. 6 مجات دقيق. تمام. ومجين 2 سكر اللي بنشرب فيهم الشاي برضو. وعندي 2.5 كوباية زبدة بقري صفرة. تمام. وعندي 3 بيضات اهو، بس انا هاخد الصفار بتاعهم بس، مرضتش افصله الا ما افصله قدامكم. تمام كده. هاخد بس الصفار بتاع البيض، 3 صفار 3 بيضات. تمام. ممكن لو عندك صفار بيضتين اشتغلي بيهم، مفيش اي مشاكل. خلاص كده. بس هي ايه، عشان كمان انا بقولك بالتلي لان ده بيض احمر كبير، مش البيضه البلدي. فهمتوني؟ بس انا هاخد بقى الايه، التلات صفار بتوع البيض مع ال2.5 كوباية زبدة و6 كوبايات دقيق وكوبايتين سكر بودرة وذرة الملح بتاعتنا طبعا اللي بنحطها والقرفة. هنشوف دلوقتي مع بعض هنحط برضو قرفة قد ايه. والفانيليا بما ان في بيض هيبقى في فانيليا. مكونات على فكرة بسيطة جدا جدا. يعني 6 كوبايات دقيق، عليهم كوبايتين السكر بودرة، والسمنة 2.5 كوبايات، وصفار 3 بيضات، والقرفة هنشوف هناخد قد ايه دلوقتي مع بعض، وذرة الملح اللي احنا متعرف عليها، والفانيليا عشان البيض. هي دي كل مكوناته الحقيقة. هنعمل بقى ايه؟ انت لو ما عندكيش مضرب هتعملي الزبدة دي بايديكي. بنفضل نعملها بايدينا كده لغاية ما ايه، ما تبقى عاملة زي الكريمي كده شوية. هنحاول نفككها كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، واحدة واحدة كده عشان برضه ما تنطرش مننا. حاول ايه، هي لازم تبقى كده في ايه، ماسكه نفسها شويه، الصح بتاعها كده يعني، ما تبقاش سايله. تمام. هي ما بتبقاش سايله الحقيقه. ايوه، نفكها مع بعض بالراحه كده. ايوه، نعلي ممكن السرعه كمان شويه. ايوه، عشان تضرب معانا او اسرع شويه. اه، ممكن حابه تفككيها بالمعلقه الاول عشان تعرفي تشتغلي براحتك برضه، مفيش اي مشاكل يعني. انا عشان عارفه اشتغل كده فمفيش مشكله برضه. ايوه. ايوه. هفككها بقى وهرجع لكم. السلام عليكم، رجعت لكم اهو. هنفصل مع بعض ايه، صفار ال3 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، نفضل نعمل كده للبنات اللي مش عارفين. نقلبها كده وكده لغايه ما ننزل الايه اهو. ده صفار اول بيضه. ادي كده ايه، صفار تاني بيضه اهو. هناخد الصفار، بلاش البيضه كامله. ايوه، هو الصفار بس، احنا محتاجين الصفار بس. فهمتوني؟ ايوه، عشان في ناس بتحط البيضه كامله. لا، انا مش محتاجه البيضه كامله خالص. انا عايزه الايه، الصفار بس.
زي ما شفتوا كده. بس كده صفار ايه 3 بيضات. تمام اهو. لازم دايما جنبي فوطة او منديل امسح ايدي او البول زي ما بنقول كده، عشان الحاجات دي برضو تبقى ايه هتبهدلنا واحنا قاعدين برضو اهي. وناخد طبعا الايه، هننزل بالصفار كده هنا عشان ايه نضربه مع الزبدة بتاعتنا. اضطريتها طبعا شوية انا كانت في التلاجة الحقيقة، المفروض كنت اطلعها بدري شوية عشان الجو شتا برضو. هي حاولوا تطلعوها بدري كده قبل ما تشتغلوا بساعة او حاجة تلين معاكم. الزبدة النيوزيلندي بتبقى لينة شوية، دي البقر يا جماعة البلدي، فبتبقى مجمدة شوية زيادة. لكن لو بتشتغلي بنيوزيلندي عادي يعني ليها بساعة ولا نص ساعة كمان عشان بتسيح بسرعة. لكن الحاجات اللي زي كده بتاخد وقت، اللي هي البقري تبقى ايه قافشة شوية. عشان كده انا فصلت عشان ايه متطولش معاك قبل ما هي فكت بس ماسكة شوية. هننزل طبعا بايه بالفانيليا زي ما اتفقنا، حوالي ايه حوالي ظرفين فانيليا كده. ايوه ظرفين فانيليا عشان دي حاجة حلوة طبعا، وزفرت البيت بقى وتبقى الحاجة جميلة كده. تمام بس نعمل برضو مع بعض تاني. نضرب المكونات البيض مع السمنة مع الزبدة. انا ليه حطيت البيض قبل السكر عشان يلينها لي شوية، لان هي برضو ايه ساقعة. هي المفروض تبقى ساقعة مش سايحة يعني، خلوا بالكم عشان تعمل معاكم توصل للقوام الكريمي لازم تبقى ماسكة نفسها وحد يسيحها. ايوه البنات اللي مش عارفة او الناس اللي مش عارفة الطريقة، محدش يا جماعة يسيحها على النار، ده هي لازم تبقى ماسكة. اه ده هيبقى معاكم على السرعة كده على طول. برضه اوريكي شوية كده وانا بفككها، وبعدين هبقى افصل وارجع لكم تاني وهكذا. بدأت تلين شوية بعد ما اشتغلت بيها لانت شوية. ننزل بقى ايه بالمجين السكر، هنزل بواحد واحد كده. ايوه نضرب كده اول مج سكر بودرة، بعد كده انزل بالمج التاني بس اما ايه نحرك دي تاني الاول شوية. فاهمين ازاي؟ ايوه لازم نحركها شوية الاول، لازم كده. هنزل بالمج التاني بتاعي السكر اهو، وهدي بسرعة شوية. ايوه عشان السكر ما يتنطورش مني. ايوه نزلت خلاص بالمجين السكر اهو على كوبايتين ونص الزبدة، على ايه على باكوين فانيليا. هضرب فيها لغاية ما تنعم بقى زي الكريمة وهرجع له. مع السلامة. خلاص هي كده وصلت لمرحلة الكريمة اللي انا عايزاها. نخلط كله مع بعض، السلطة الزبدة بالسكر البودرة بسكر البيض بالفانيليا. ده كده القوام اللي انا عايزاه. ايوه نزلت كل حاجة في قلب المضرب طبعا، الزبدة اللي فيه وكل الكلام ده.
وهنعمل ايه مع بعض بقى؟ هننزل طبعا بذرة الملح، ذرة يعني حاجة يعتبر ايه، لا تذكر، يعني زي ما بيقولوا حاجة بسيطة كده زي ما متعودين. كده ما تجيش ايه، ما تجيش على طرف المعلقة الصغيرة يعني. ننزل بقى بايه كمان؟ بالقرفة بتاعتنا. ايوه، القرفة لازم ننخلها علشان خاطر ايه، ما ينزلش اي شوائب، اي حاجة مكتلة، الكلام ده كله. ننزل بايه؟ بنص معلقة من اللي بناكل بيها، بقية النص معلقة. وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. ده كده ايه، النص معلقة، منزلش شوائب ولا حاجة، هي نضيفة زي الفل. هنقلب بقى مع بعض كده ونشوف. انا طبعا مش عايزاها تبقى غرقانة قرفة ولا حاجة، بس حاجة يعني كده مش قادرة اقول لكم. انا مجرد ما حطيت القرفة، عايزة اقول لكم الريحة اتغيرت تماما. جربوها بالطريقة دي، والله والله مش هتعملوها سادة تاني بعد كده. والله اللي هيجرب الطريقة دي بالقرفة مش هيرضى يعملها سادة، هيقول دي السادة دي عاملة زي المية بسكر بسمنة بلدي وخلاص. فاهمين ازاي؟ عارفين انتوا الكحك اللي بنجيبه من افخم المحلات كده، بتيجوا تاكلوه بتبقى عبارة عن ايه؟ مش بتقولوا كده ولا ليه طعم ولا معنى، كأن مية بسكر بسمنة بلدي. هما حبة القرفة دول هيضيعولك المذاق اللي بقولك عليه ده، هيخلولك بقى يروح في حتة تانية خالص، بجماله بطعامته بحلاوته الحقيقة. هي يعني انا اتعلمت الطريقة دي من عمتي الله يرحمها. عمتي الكبيرة كانت بتعمل بالقرفة كده، وعايزة اقول لكم ان انا لما اكلته خلاص ما بعرفش اكله بقى سادة، حقيقي حقيقي، ما انا ما بعرفش خلاص اكله سادة يعني. ايوه، نشوف بس كمية. هنزل بحاجة بسيطة تاني، حوالي ربع معلقة تاني ايه من اللي بناكل بيها. ايوه، يعني هنقول ايه، هنقول معلقة كبيرة من اللي بناكل بيها مسح كده. ايه رأيكم بقى؟ بس كده حلو قوي. يعني وصلنا لايه، لمرحلة المعلقة الايه الكبيرة المسح، خلاص كده. المعلقة اللي بناكل بيها طبعا، بس مش هحط تاني، خلاص هو كده حلو قوي، غير لي طعمها خالص. وهتشوفوا بقى الدنيا وتعرفوا اللي انا بقول لكم عليه، تعرفوا فعلا ان كلامي صح يعني. جربوا بالطريقه الحلوه قوي دي. بس كده اعتبر قلبته بقى، وهنزل كده ايه، بس مكترش عن كده عشان ما يبقاش الحاجه زعقه برضو. عايزين ناكل الحاجه حلوه ليها طعم، في نفس الوقت ما تبقاش الحاجه زعقه قوي. بس بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ننزل بالدقيق كده واحده واحده عشان برضو الحاجه تبقى ايه، نقلبها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، بس النعمة خالص ازاي، طبعا لسه بقى بقيت الدقيق بقى كمان. ايوه، يعني العجينة دي بقى اسمها ايه؟ اسمها عجينة رملية. ايوه، هتشوفوني وانا بعملها كده، دي اسمها عجينة رملية. هتلاقوني بتعامل معاها كده كأنها زي الرمل بالظبط. هي طريقتها بس حساسة شوية، هنتعامل معاها بالسياسة في الفرد بتاعها والتقطيع، عشان هي عجينة رملية لازم تكون ايه، ناعمة كده، عشان خاطر ايه، ما تفكش مننا وتفرول. فهمتوني؟ دي اسمها العجينة الرملية يا جماعة.
ايوه، لو حد بيسمع كلمة عجينة رملية هي دي. هقلب بقى وارجع لكم. اهي بص العجينة بتاعتي، بصوا بقى بقول لكم رملية عاملة ازاي. هي كده زي الرمل يا جماعة، هي بتبقى كده. فهمتوني؟ بصوا عاملة ازاي. عارفين الكسكسي كده مرمل بيبقى، هي بتبقى كده، هي اسمها عجينة رملية عشان كده. هي هو ده اخرها يعني. بس انا ايه، هوريكم حاجة انا مرضتش اعملها. طبعا لازم اعمل كل حاجة قدامكم زي ما انتوا عارفين طريقتي. لو ذرة ملح بحطها برجع اقول لكم انا حطيت ملح. فطبعا اهي لازم احط بصوا بقى لما اجي افردها بقى. بصوا انا عايزاكم تشوفوا لي المنظر ده. بصوا عامله ازاي ناشفه. الدقيق بيشرب، الدقيق الايام دي وحش جدا يا جماعه. فاحنا عايزين نعمل ايه طالما الدقيق مش حلو؟ احنا بعينينا وبلمسه ايدينا نحسه. يعني انا دلوقتي اما اجي افردها هتشقق مني. شايفين التشقيق ده؟ كده معناها ايه؟ معناها عايزه سمنه تاني، زبده يعني. فهمتوني؟ ايوه، يبقى انا هعمل ايه بقى؟ يبقى انا هحط زبدة تاني، لان مش هينفع اشكلها وهي مشققة. اول ما تلاقيها مشققة كده يعني حطي المقدار بتاعك العادي وكله جايز الدقيق مظبوط وحلو. فانت ما تزوديش زي الا لو لقيتيها شققت وبقت ناشفة. انت فهمتوني ازاي؟ مهما افردها بقى ومهما اعمل هي هتشقق ومش هتبقى طرية. فانا هعمل ايه؟ هنزل بحوالي نص كوباية ايه، زبدة تاني. اطريها شوية عشان خاطر كده مش هينفع. ايوه، انا عايزه عجينه برضو هي مش عشان رمليه تبقى افرولها بقى وابوظها. لا، لازم برضو تبقى ملساء في ايدي. زي عجينه الكحك كده بتبقى ملساء في ايديكوا عامله ازاي. بس دي عمرها ما توصل تبقى ملساء، لان هي معموله بالطريقه وبالمقادير وبالحاجات. هي عجينتها رمليه، مش عجينه طريه بالمعنى اللي انتوا فاهمينه. بس لازم في نفس الوقت يعني مثلا دي فيها حتة الزبدة اهي. مثلا طبعا لسه هعملها في الباقي، هوريكم حتة فيها زبدة. هوريكم بقت ناعمة عاملة ازاي عشان انتوا برضو تبقوا فاهمين انا اقصد ايه. اهو يعني دي كده فيها زبدة. حط بس ايه، نقلل من الزبدة ونكتر في الدقيق عشان انا عايزة ايه تشوفوا. وهي دقيق على زبدة لما زودنا الزبدة بقت عاملة ازاي. اهو طيب انا بجيب حتة ما فيهاش بس زبدة اهي مثلا كده. ايوه دي ما فيهاش زبده. اوريكم دلوقتي هتبقى عامله ازاي. هحاول برضو ايه ازود لكم شويه عشان انا مش حاطه زبده بالكميات يعني. لازم برضو اعملكم ايه، اعملها لكم ان هي هتطلع ازاي في الاخر. اهي بصوا بقى التريت نعمت شويه ازاي. بس في النهايه رمليه. شايفين المنظر ده؟ هي مش هتنعم تبقى سايله ولا الحاجات دي، لا. الخطوات دي مهمه جدا يا جماعه. الخطوات اللي بقول عليها دي انتبهوا لها كويس، لان هي عجينه برضو حساسه ومش اي حد يعرف يتعامل معاها. يعني بص انت وانت بتعملي كده برضو بتعمل معاكي، بس هي نعمت حتى فتحت شويه اما نعمت. بصوا المنظر ده من المنظر ده ما فيهاش اهي. بصوا دي عامله ازاي. دي ما فيهاش، ما دخلش فيها السمنه الزبده لسه. دي كده دخلت فيها الزبده اهي. برضو هي برضو عجينتها رمليه، بس في بصوا رمليه بس في نفس الوقت بقت ناعمه. بحيث ان انا لما اجي اشكلها هتبقى ناعمه متبططه ناعمه بقى كده. شايفين؟ مش هتشقق. فهمتوني ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاكم توصلوا له في العجينه دي. لان كل واحده حسب الدقيق. يعني انا ممكن اقول لك خلاص انا اديتك المقادير بقى لا، مفيش كده. في حاجه اسمها نوعيه الدقيق. انا نزلت كده بنص ايه، نص مج زبده كله اهو. برضه بحط حته واشوف كده نص المج زبده اهو. هدخل الزبده في قلب العجينه وهرجع لكم. السلام عليكم، رجعت لكم. ادي العجينه بصوا وصلت لايه اهو. بصوا عامله ازاي برضو ايه. هي رمليه بس ما تخافوش بقى وانتوا بتشغلين. طالما نعمت كده في ايدك ما تخافيش. الاول شفتوها كانت ناشفه ازاي. ما كانتش بعرف اضغط عليها الضغطه دي. فهمتوني؟ طبعا انا هاخد ايه حته صغيره جنبي الاول اشتغل بيها عشان اوسع لنفس الطبق ده. عشان ايه في الطبق كده وهوسع نفس الطبق الكبير ده اخليه برضو جنبي اخد بيه. ليه بقى؟ لان انا بشتغل بالنشابة. فانا لازم ايه
بسم الله الرحمن الرحيم. اول واخره اهو. انا حاطه طبعا مفرش السيليكون وفوقيه كيس بلاستيك. شايفين المنظر ده؟ بروح عامله ايه بقى؟ تحت اهو كيس بلاستيك اهو محطوط فوق الايه المفرش. عايزه تشتغلي على كيس بلاستيك على طول مفيش اي مشكله. المهم تعملي العجينه دي كده، خليها ايه اهي. بصوا هتعملي ايه بقى؟ بلاش ايدك، عشان لو عملتي بايدك هتبصمي وهتشقي منك. فهمتي؟ انا مش عايزه كده، مش عايزه المنظر ده لا خالص. عشان كده بنحط كيس بلاستيك عشان تطلع ناعمه. بصوا المنظر ده بتفتح وتشهي ازاي. انا بوريكي برضه عشان تبقي فاهمه الكلام اللي بقوله. انا بقول لكم هي عجينه حساسه، لازم تبقى طريه لينه كده، وفي نفس الوقت ما تعمليش بايديكي. دي مش عايزه ايدين معلش، دي لازم يا جماعه نشابه، عشان النشابه اللي بتمنع حدوث الايه التشققات والكلام اللي انا بكلمكم فيه. ولازم فوق كيس بلاستيك كده، ويتحط فوقيها تاني كيس البلاستيك. لازم العجينه دي طريقتها كده. هي حساسه جدا، ما تخافوش، مش بخوفكم ولا بقلقكم، لا ده انا بالعكس انا بديكم ببسط لكم كل الامور وبالراحه بقى بالسياسه. دي عايزه شغل على الهادي، ويا ريت تحاولي تخلي العجينه اللي جنبك تغطيها عشان تفضل برضو طريه معاكي. ايوه، ومتخليهاش عاليه قوي، لان احنا بنحط ايه زي البيتي فور كده، بنحط قطعتين فوق بعض بنلزقه بالشوكولاته بقى، بالمربى، بده اللي حابب ياكلها ساده براحته، يعني بتبقى قطع ساده. عشان كده احنا بنرققها شويه، عشان هي بتتحط زي البيتي فور قطعتين، فما ينفعش تبقى قطعه سميكه قوي في البق يعني. فهمتوني ازاي؟ هوريكم السمك وهوريكم كل حاجه ان شاء الله، كل حاجه. بص الدنيا سهله خالص ازاي، ما حدش يقلق ولا حد يخاف يا جماعه. انا ببسط لكم الدنيا. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله، جميله جميله اهي. مش هقلل عن كده، واجيب القطاعات بتاعتي وهشتغل معاكم زي ما انتم شايفين اهو. بروح شايله الكيس ده كده، ايوه، واروح ماسكه القطاعات بتاعتي كلها اهي. كل واحد حسب ايه، حسب راحته. انا بقطع بالقطاعات اللي هي ايه، في عندي كذا حجم، في الكبيره وفي الوسط وفي الصغنونه قوي، فانا هقطع بايه يعني كذا حاجه. ادي كده ايه، ده كده الوسط. اللي عايزه حجم كبير شويه مفيش اي مشاكل. اهو لازم الصاج كله يبقى حجم واحد، ما ينفعش تعملي ايه صاج في كذا ايه كذا شكل. لازم كل صاج بالشكل بتاعه. ليه بقى؟ عشان السوا اللي انتوا فاهمينه، السوا طبعا. هنروح عاملين كده وجايبه الصاج بتاعي اهو. شايفين المنظر ده كده اهو. هي شغلة كده زي ما بتشكلي اي عجينه، وفي الاخر ايه اهي. شايفين سمكها عامل ازاي؟ ده السمك اللي انا عايزاه. عايزه ترققي سنه كمان يبقى احسن اهو، عشان احنا بنحط قطعتين فوق بعض اهو في العجينه. شايفين؟ بص لينه حلوه ازاي، وبتشيليها بالسياسه عشان ما تفلقش منك، ما تلاقيهاش راحت ايه مفلقه. فهمتوني؟ انا بس برفع كده واوريكم. المفروض ما اشيلهاش كتير، بس انا برفع لازم اوريكم الايه الشكل كده ايه اهو. تبع الرسمه اهو يا حبايبي. أو كل ما كانت السمك ارق كمان يعني، دي كده رقيقه، دي احلى، عشان هيتحطوا قطعتين فوق بعض هتبقى عامله ايه، هتبقى تخينه قوي في البق. فبعمل انا ايه بقى كمان؟ طبعا احنا بنعمل ايه، واحده صاج كده وصاج ايه. بص بقى بجيب القمع ده عشان لازم يبقى فيه جزء مفتوح، واروح عامله كده، او ممكن اوسعه شويه عشان المربى والشوكولاته يبانوا. خلينا في الناحيه الحلوه دي كده احلى. شايفين المنظر ده؟ لازم تبقى واحده ساده مقابل بتاعتها واحده مخرومه. ولازم يعني كده يتعمل صاج مقسوم نصين، نصه بالشكل ده والنص التاني يبقى بالشكل ده، بحيث ان واحده مقابل واحده لما نيجي نحط المربى بتاعتنا تبقى كده اهو. فهمتوني؟
وتعمله بفتحة دايرة اوسع. كنت هعمل بالصغيرة لا، عشان دي طالما حجمها كبير عايزة دايرة اكبر. لو انا كنت عاملة بالصغنونة دي كنت هعمل بالدايرة الصغيرة دي. فهمتوني؟ او عندك اي قطعة تانية استعمليها. انا ده الامكانية اللي عندي. عندي اشكال تانية برضو. ده قلب اهو صغير، وقلب اللي اكبر منه على طول. ممكن اشتغل بده او اشتغل بده. لو اشتغلت بالصغنون ده هعمل طبعا الدايره اللي في النص بالصغنن ده. فهمتوني ازاي؟ يعني ودي اللي هي المدوره. احلى حاجه في السابليه، انا بحب المدور ده قوي بقى، تحس انه طعمه ألذ. بنعمل برضو الدايره دي، وبنقطع لا اما من هنا لا اما من هنا حسب حجم الدوران نفسه. عشان برضو انا محتاجه ان الدوران يبقى حلو واسع، عشان يبان شكل المربى والحاجات من جوه الجميله اللي انتوا فاهمينها بقى دي. خلاص كده، انا كده وريتكم الشكل ده. هكمله. هعمل حتى صاج واحد اقسمه ما بين مفتوح وما بين مقفول، وعشان ايه العجينه مش كتير نشكل كل صاج على شكلين، وزي ما يطلع مننا العدد. وتحاولوا تغطوها، يعني انا كده هنقص من هنا واغطيها لانها هتنشف مني. لازم تفضل طريه كده يا جماعه، فالهواء هينشفها لي. لازم نفضل مغطينها بالبلاستيك عشان تفضل ناعمه معانا. بصوا ناعمه وجميله ازاي، شايفين جميله قوي ازاي. لو مش ما زودناش السمنه كانت هتفرول مننا وتفرفت وتبقى ونهدرها وتبوظ كلها. لازم توصل معاكي لدرجه النعومه دي اهي. شايفين؟ اهي. بس هي في النهايه بصوا عجينه ايه، رمليه. شايفين المنظر ده؟ هي اسمها كده عجينه رمليه. خلاص كده. بس انا كده قدرت اوصل لكم الصوره اللي انا عايزاها، واشكل ما بين القلوب وما بين الورده وما بين كذا وما بين المدور. وهخرم في النص بالايه، بالقمع بتاعي. او لو عندك قطاعه مفيش اي مشكله، المهم تطلعي النتيجه صح. خلصت اول صاج، قلت اعمل برضو اخر قطعه كده قدامكم. بس بشيل كل الزيادات من هنا كده اهو. يفضل هنا قطعه هجيبها لكم هنا اهو. الصاج بتاعنا اهو، اول صاج كده خلص. شايفين المنظر ده؟ بس انا ما عملتش بقى مخرم ليه، قلت نعمل صاج ساده خالص، والصاج التاني هخرمه زيه. خلاص كده. بس ممكن اعمل قطعه تاني هنا كده، حاول. بس على فكره يا جماعه، ما بتشال بطريقه بالراحه بالهداوه، ما يتنقلش كتير، خلوا بالكم. اه يعني بص انا عجينة عارفاها وبتعامل بقالي سنين فيها، بقالي عمر بعملها، ورغم كده بص خايفة برضو وانا بشيلها جدا. يعني فعلا هي فعلا عجينة عايزة سياسة. مش بخوفكم، لا هي عايزة سياسة. مش هقولك روحي شيلي وحطي وما تقلقيش، لا هي ما تقلقيش، وفي نفس الوقت عايزة التعامل كده بالسياسة وبالراحة وبالهدوء. واشيل اي زيادات، لو في اي زيادات هنا بشيلها عشان ما تتحرقش بس كده حلو قوي. كده الصاج بتاعي اهو خلص ساده مش مخرم. الصاج التاني اللي زيه كده عشان يبقى الاعداد ده قد ده، المخروم قد الايه، قد اللي مش مخرم. خلاص كده هزقه في الفرن، وطول ما انا شغاله بزق ليه، عشان لو صاج خلص افضي وهكذا. ودهنا الصاج سمنه، مش دهناه زيت. الحقيقه الزيت بيغير يا جماعه طعم الحاجه وريحتها. انا بدهناه سمنه، سمنه من اللي انا اتحاها، مش زبده. لا سمنه من اللي انا اتحاها. اوعى حد يدهن زبده هيحروقلك الصاج ويحروقلك الحاجه. وهي لونها مغمق شويه مش بيضه عشان القرفه اللي احنا حاطينها. خلاص كده. بس ده كده اول صاج طلع، وهوريكم بالتاني يخلص. مع السلامه. ده اللي انا هعمله ايه، مخروم. هعمل ايه بقى وهو في الصاج؟ هعمله كده ليه بقى؟ انا عشان اعمله مش في الصاج هيبقى ايه، هيبقى ضعيف. هاجي اشيل ده هيبقى ضعيف، هيتقطم مني. لا انا هعمله كده، واجيب خله كده اهو، واروح ايه، واروح شايله. شفتوا بقى الكلام ازاي؟ يعني احطها مدوره كامله هنا، وبعد كده اروح عاملاها بالقمع كده من الناحيه الواسعه مش الضيقه، واروح شايلها بالخله. فهمتوني ازاي؟ ده عايزه يا جماعه طريقه حساسه جدا جدا جدا. انا بنبهكم عشان بس تبقوا فاهمين. والشغل يبقى على كيسين بلاستيك كده، كيس من تحت وكيس من فوق، ولازم بالنشابه. ده ما ينفعش بفرد الايد، فرد الايد هيفتح منك، هتلاقيه بيفتح ومش هيبقى حلو معاكي. بصوا، لكن النشابه بتخليه عامل ازاي، اعيد لكم القصه تاني اهو. نايم خالص ازاي، عشان انا كمان مغطيه بقيه العجينه، مغطياها بالكيس، عشان ما ينفعش ان انا اسيبها كده.
اه فرزها لكم تاني قدامكم كده بالنشابة عشان خاطر ايه تعرفوا الطريقة، عشان ما يبقاش انا ايه ما عملتش كده كام حاجة قدامكم اهو. اعمل حتى الحتة الصغيرة دي واقطعها قدامكم واطلعها قدامكم اهو. شفتوا المنظر ده اهو. واروح مقطعاها، هي هتطلع واحدة واروح مقطعاها. بعد ما اقطعها اقطع بقى العجينة كلها، طبعا بتبقى كبيرة دي انا عاملاها لكم صغنونة كده. واروح شايلة من حواليها كل الزيادات، واروح واخداها بالهداوة، اشيلها بالراحة ما تتنيش في ايدي لو اتنت هتتقطم اهي. واروح عاملة القصة اللي انا بقول عليها، واروح مخرمة اهو. واروح معايا خلة كده، خلة بقى 2 خلة شيش طاووق اللي يعجبك، واروح عاملة كده. لا استحسن خلة سنان عشان تبقى قريبة وسهلة، ما تبقاش حاجة طويلة وتضايقني. بلاش خلة الشيش طاووق، خلة سنان وموجودة في كل بيت. بس هو يستوي على وضعه، ما نيجي نشيله هيبقى بالسياسة برضه. خلاص كده، يلا مع السلامة. ديكوا فهمتوا بقى. هكمل بقى كله، ولو عملت شكل مختلف تاني هوريهولكوا برضه. يعني انا هكمل الصاج ده واسويه في الفرن، وفي الاخر هعمل شكل تاني واوريهولكوا. يلا مع السلامة. السلام عليكم. ادي العجينة اهي. بص بنعملها بالسياسة ازاي كده عشان ما تفلقش. اهم حاجة ما تخليهاش تفلق منك. ايوه هو ده كل المهم. هي العجينة عبارة عن كده. اما التشكيل بقى انت ومزاجك، ده انت حتى لو عملتيها من غير ما تشكليها مفيش اي مشكلة. المهم العجينة نفسها طعمها الجميل ده بالقرفة والطريقة الفرد على الكيس كده زي ما بالهداوة. وسمنتك تبقى مظبوطة عشان ما تفلقش منك، لان اللي بيخليها تفلق برضو السمنة تكون قليلة. ما انت لما تلاقيها تفلق منك يبقى محتاجة حتة زبدة اهو. ادي الشكل اللي احنا ايه هنشكله، الشكل المدور اهو. دي البصمة بتاعت الكحك اهي. بصوا اهو كده اهو. بنقلبها بناخد الجزئية دي اهي. شايفين المنظر ده اهو. اللي قدامكم كده برضو اهو. واخد بالي عشان ما انزلش على ايه، على الشكل اللي جنبه وابوظ الشكل اللي انا عاملاه. ايوه اهو كده اهو. ايوه جايه هنا برضو نفس الحكايه. بص كده وكده عشان ما اخدش من الجزئيه دي الدوران يبقى كامل. ايوه وتاخدوا من الدوران وتبوظوا الشكل. ايوه لازم تبصوا بعينيكم وانتوا شغالين عشان ما فيش حاجه ايه تبوظوها. لو حاجه، لو الحرف ده مش هيجي يبقى بلاش منه. هحاول اشوف كده. بص كنت هاجي على الحرف ازاي ده اللي بقول عليه. انا بلمه وهظبطه اهو. بس هعملها كده واشوف لو الدوران طلع هاخدها. لا ما طلعش كامل يبقى دي كده هتتعمل تاني من اول. واروح شايله العجين. طبعا انتوا فاهمين الحاجات دي، بس برضه انا بعمل قصاد كلها. بصوا مفروضه خالص ناعمه ازاي دي، ده المهم عندي. بس هي اصلا بصوا رمليه فهمتوني. يعني هي اللي مخليها كده سمنتها زبدتها متظبطه. لكن لو الزبده مش متظبطه يا جماعه مش هتطلع معاكم كده ابدا اهو. وطبعا ده بعمل صاج كامل من الدوران ده وقده صاج تاني وبنخرمه كده اهو. بس انا مش عايزه بس اهو هخرمه زي بعض مش مشكله، هعيدها تاني ولا يهمكم. وبطلع بايه، بالخله اهي كده اهو. سهل على نفسي خلاص كده اهو. بس اهو بيبقى ده كده عشان برضه اوريكم الشكل. بنحط مربى اما بيستوي وبنحط ده اهو فوق ده اهو. شفتوا المنظر، المربى بتبقى باينه بقى من هنا. وانا بشكل بقى حاجات تانية هوريكم بقى الحاجات الجميله هنبدع يعني. خلاص كده فهمتوني. بس انا هكمل الساقين بتوعي كده. خلاص ده الشكل التاني. عملنا شكل ورده، وادي الشكل المدور بالبصامه والقمع برضو دوت. هعمل صاج ساده وصاج مخرم. بس يلا مع السلامه. رجعت لكم اهو. ده اول صاج طلع اهو. انا عايزين الايه، عايزينه السوا ده يا جماعه. بصوا اللون ده زي نظام البيتي فور كده، فاهمين ازاي؟ ما بيزيدش عليه النار وبرده فاتح شويه.
دي بس كام واحدة اتحمشوا شوية، مش مشكلة. المربى بترجع تطريه. انا مش قادرة اكسر لكم بصراحة، ههدر لان احنا عاملين الدايرة قد الدايرة، فانا مش قادرة اكسر لكم، بس هو ناعم وحكاية والله العظيم. روعة روعة روعة. بصوا المنظر الجميل ده قوي. هو الظهر بيبقى كده اللون الذهبي الجميل الفاتح، والوش بيبقى ايه مبيض شوية. بصوا طاري خالص اهو. ده كده اول صاج. عايزه اقول لكم الريحه روعه روعه. اعملوه بالقرفه، صدقوني هتلاقوه اجمل بكتير بكتير من الساده، بكتير بزياده، مش بكتير وبقى ده بكتير بزياده. حطي تحت بكتير دي مليون مليون خط والله العظيم. ريحته روعه جدا بالقرفه. وادي التانية اهو. خلصنا طبعا المدور كله، مخرم بقى ومش مخرم. هنعمل دي اخر العجينة. هعمل معاكم اهو بالقلب اهو، عشان برضه اوريكم. نشوف هتطلع قد ايه. اهي ده كده ايه القلب اهو. حط ايدي كده انزلها في الهداوة، ما نتعفاش عليه يا جماعة، ده عايز سياسة. بصوا المنظر ده اهو. ده كده اهو. اوريكم بقى بنعمله ايه من الناحية الصغيرة، عشان هو قلب صغنن، فاحنا هنعمله دي اخر العجينة خلاص. هعملها كلها قلوب، شايفين كده اه. ده كده خلاص. هنصصها ما بين القلب السادة والقلب اهو. بصوا هيبقى شكلها ايه، قلب كده سادة وقلب فوقيها اهو يا حبايبي. بصوا حلو قوي قوي. لو رققته عن كده لان هو ناعم ناعم واخد زبدته كفايه، هيفرفت مننا. فانتوا يا دوبك ايه يعني، يا دوبك تعرفوا تمسكوه، بلاش يكون رقيق عن كده، يعني ما تخلوش السمك بتاعه رقيق عن كده. اهي انا هكمل بقى العجينه مع نفسي. شكلها هتطلع نص صاج ولا حاجه. هشكلها ما بين المخرم وما بين الساده، عشان يبقوا اتنين ايه قصاد بعض. بس انا مش قادره اكسر لكم، عشان زي ما انتوا عارفين انا عامله صاج مخرم وصاج كده. فانا لو كسرت واحده من دي يبقى هكسر واحده من التانية، فهمتوني؟ بس هو والله العظيم في منتهى الروعه. حاجه مش ممكن، الريحة رخرة، وكله سمنة زبدة خالص اهو، وناعم وفي منتهى الجمال اللي خلقه ربنا الحقيقة. يعني مش قادرة اقول لكم على الجمال والروعة. قمة في الروعة والجمال. بصوا دي كمان فاتحة شوية مش مشكلة، يعني دي كده برضو حلوة، فهمتوني؟ دي اغمق سنة مش مشكلة، يعني هو بتبقى في الحدود دي، ما بين الدرجة الغامقة سنة وما بين دي اهو. يعني يعتبر برضو هو مستوي محمر. دي دهبي سنة زيادة، فدي حلوة ودي حلوة. بس كل ما كان فاتح شوية كل ما كان أنعم. يعني ايه، خلوه الدهب الأفتح شوية، بلاش الدهب اللي لون قوي، فهمتوني ازاي؟ حلو حلو روعة. اعمله بالطريقة الجميلة دي. مخلص بقى التزيين والتلزيق بتاعه. هنلزق بشوكولاتة وهنلزق بالمربى مشمش. انا عاملاها عندي هوريها لكم برضو، لان كل حاجتي بعملها عندي زي ما انتم شايفين من قديم الازل، من زمان من زمان. قولوا عدوا بقى من زمان، دي كتير قوي قوي. عشان كده الحمد لله الواحد برضو ايه، ليه في الحلويات وليه في الحادق وليه في كل حاجة الحمد لله. يعني ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. خلاص. السلام عليكم، رجعت لكم. الساق بتاعنا اهو المدور طلع. بصوا بصوا يا حبايب قلبي عامل دايب ازاي. بصوا بصوا المنظر الرائع ده. بصوا بيقطم ناعم خالص، دايب دوب، مش حاجة ناشفة ومحجرة اهو. بصوا المنظر اهو. بصوا بصوا المنظر اهو. ده مدوب روعة، مش ممكن. طعمه وريحته مش قادرة اقول لكم على الريحة، والله ما قادرة اقاوم ريحته حقيقي. بس النعمية مش عايزة بس افرفت في قلب ده. بص بيقطم بايد واحدة ازاي اهو. بصوا القطمة حلوة جدا جدا. يعني انا مش قادرة اقول لكم، مش عارفة اقول لكم ايه من حلاوته ومن جماله في التسوية ومن جماله في الريحة، اللي انا مش قادرة فعلا اقاومها. ده الكلام اللي بقوله ده حقيقي حقيقي، مش هقول كلام كده والله. ولا هتعمل بالطريقة دي هتعرفوا اللي انا بقوله كلامي صح ولا مش صح. بصوا المنظر اهو. بص اعمله لكم بالمعلقة اهو. بص اعمل ازاي. عارفين الحاجة الناعمة الدايبة، ولسه بقى كمان لما
يتحط فيه المربى والشوكولاتات بقى. اتفرجوا على جماله. بصوا عامل ازاي يا ولاد، انتوا شايفين؟ مقرمش ودايب في نفس الوقت خالص، نعومية غير عادية. بصوا حاجة يعني، عارفين البسكوتة؟ يعني هش اكتر من البسكوتة كمان والله. اهو، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ انا عايزاكم تعملوا بالطريقة الحلوة، نفس المقادير. لقيتي العجينة بتاعتك بتفلق منك وبتشقق، حطي شوية زبدة. عرفتك تعالجي الحاجة ازاي وتعرفي الحاجة ازاي. خلاص، نكمل بقى بقية حاجتنا وارجع لكم. مع السلامة. السلام عليكم، رجعت لكم. جبت الشوكولاتة بتاعتي اهي، اللي انا ايه هنسيحها في الايه على بخار المية في حمام مائي. تمام اهي. جبت دي الكزرونة بتاعتي اهي اللي انا هحط فيها الشوكولاتة اهي. اهو هي كلها ولا ايه كده. احط الكيس كله عشان ايه يكفي. اهو هنعمل ايه بقى؟ نجيب المية بتاعتي السخنة اهي كده. ده كده يا جماعة اسمه حمام مائي للبنات اللي مش عارفة. هو كده خلاص. هنحطه بقى على البوتاجاز. هو ايه هيغلي، والشوكولاتة نفسها هتسيح في المية في حمام المية المغلية ده. كده تمام. حطها بقى على البوتاجاز وهي هتسيح، عشان هي دي اللي هنشتغل بيها الايه السابليه بتاعنا. بس كده، يلا بينا نحطها على النار. السلام عليكم، رجعت لكم اهو. ده كده خلاص الكميه بتاعتنا خلصت، اللي هي ست كوبايات، اللي هي المج بتاع الشاي. دي المقادير بتاعتها 6 كوبايات دقيق يعني. طبعا نرجع بقى للوصفه كلها والزبده. وزودت حته زبده عن المقدار الاولاني. اما لقيت العجينه في ايديا عامله خالص مفروله خالص، لازم برضه حطيت لها نص كوبايه زبده. انت حسب الدقيق بتاعك. في دقيق بيشرب، انا دقيقي لو خدتوا بالكم كل المعجنات بتاعتي وانا شغاله بيشرب مني. فدي اللي بجيبه بيشرب الحاجه، بيشرب سمنه، بيشرب سوائل عموما. في الحاجه اللي فيها سوائل دي ما فيهاش سوائل خلاص. والبيض تاخدوا 3 صفار بيض. ما تاخديش البيضه كامله، مش عايزه زلال البيض. زلال البيض هينشفه. الزلال مش تمام. هو تاخدي الصفار بتاع 3 بيضات او صفار بيضتين، فهمتوني؟ غير كده ما تاخديش. ايوه، مع الفانيليا. اوعوا تنسوا ذره الفانيليا، بكوين الفانيليا، عشان خاطر الفانيليا طبعا وزفرة البيض. خلاص كده. ادي كده الحاجه بتاعتنا اللي من اجمل ما يكون. مش قادره اقول لكم، ده طبعا سخن اللي لسه طالع حالا اهو، اللي هو القلب اهو. يبقى كده. حط هنا مربى او شوكولاته، هنشوف احنا هنلزق ازاي. وطبعا هوريكم في النهايه، وهوريكم احنا بنلزق. بيتحط كده حبايب قلبي. بصوا كل حاجه بصوا الحاجه بتاعتها اهي. زي ما انتوا شايفين المنظر ده. لازم الدوريه اللي هنا تبقى كبيره شويه، عشان الحاجه الحشو اللي جوه اللي هنلزق بيه يبقى باين من هنا. فاهمين ازاي؟ يعني ده عشان قلب صغنن بقى طبعا. الحاجه مش هتبقى باينه فيه قوي، بس هتبان على انه هو صغنون يعني. ممكن انا التشكيل بتاعه ابقى اخليه خارجي مثلا، بحيث ان اللي انا هشكل بيه شوكولاته ايا كان هعمل ايه تبقى باينه من بره اكتر. فهمتوني؟ بس هلزقها بالمربى بقى عشان ابين الايه الحاجه الشوكولاته او الحاجه. بس الحقيقه انا ما عنديش شوكولاته بيضه. لو عرفت اجيب، بحيث انها برضو بتدي شكل حلو، الابيض مع البني بنعمل بيه منظر وشغل حلو قوي. بس انا ما عنديش ابيض، عندي شوكولاته غامقه. لو عرفت اتصرف واجيب شوكولاته بيضه واكمل شغل بيها هعمل كده. كده مش هعرض الا لما اخلص كله. مخلص كله او انا شغاله هوريكم كام قطعه كده. ماشي، انتظروني بقى اجيب الشوكولاته واجيب المربى ونبدا نلزق كام حاجه مع بعض. يلا مع السلامه. السلام عليكم، رجعت لكم اهو. انا بصراحه الشوكولاته اهي سيحتها في حمام ميه. فانا هعمل ايه بقى؟ هحط لها، انا بصراحه مش بحب احط زيت. ايوه، احط نص معلقه ايه سمنه بلدي من اللي انا عاملاها معاكم.
لان بحس ان الزيت بيغير طعم الحاجه، وانا مش عايزه كده. انا عايزه اكل الحاجه بطعمها الجميل. ليه احط زيت وابوظ طعمها وانا عامله حاجتي كلها بالزبده البلدي يعني عارفين تبقى صعبه شويه. انا كده احسن، دي كده عشان تلمعها. بصوا تبقى بتلمع، وفي نفس هي برضو السمنه بتلمع يا جماعه. محدش يقول ان الزيت بس يعني، عشان دايما بشوف كله يحط زيت. طب وليه خساره؟ اللي عامل حاجه بزبده بلدي ولا زبده نيوزيلندي ولا ايا كان الحاجه ريحتها جميله، ابوظها بحبه زيت وزرنخها واعمل؟ لا ابدا. اهي شايفين المنظر ده؟ اهي لمعته في منتهى الجمال، وحاجه تدينا تقوي طعم الشوكولاته بحته زبده كده، والله عليها بقى. الله، عايزه اقول لكم الحاجه ريحتها جميله قدامي، ريحتها من اروع ما يكون، روايح في منتهى الجمال اللي خلقه ربنا. روايح مش هتجيبيها من اي محل ولا من اي مكان ولا من اجدع حلواني، اسمعوا مني. اروح انا بوظها بقى بشويه زيت؟ خساره، يبقى حرام عليا. كده ساحت اهي وبتلمع وفي منتهى الجمال، وانا حطاها لسه في الحمام الميه، مش هغير الموضوع. ادي يا جماعه المربى بتاعتي اهي، المربى اهي بتاعتي الجميله اللي انا عاملاها في البيت. دي مربى مشمش من اروع ما يكون، ولا تعرفي تجيبيها من بره برضو. معلش اذا كنت بكرر كلامي بالطريقه دي، هي دي الحقيقه يا جماعه. ما هي دي الحقيقه، انا ما بقولش كلام مش حقيقي. دي انا عاملاها في البيت على ايدي، مربى المشمش. عمرك ما هتجيبيها من بره بالجمال ده. شوفي عمرك، كان زمان اقول لك ماشي، كانت الحاجه طعمها طبيعي وكده. دلوقتي ما تعرفيش، بيحطوا اطعمه ويحطوا روايح وحاجه والله ما ليها طعم، ولا استغفر الله العظيم يعني. ادي اول ايه، اول واحده معانا كده سابليهايه اهي يا جماعه. اسمه سابليه عشان في ناس مش عارفاه، يعني انا اعرف ناس كتير بيقولوا ايه السابليه ده. وهو ده يا جماعه. بصوا المنظر الرائع ده. الله، حاجه بقى، حاجه يعني بصراحه منظر لا يصدقه عقل يعني، ده حقيقي. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ اهو انا راضيه ذمتكم، وراضيه يعني بقى ايه كل حاجه تقولوها. ريحه المربى روعه. الروايح كلها طالعه عليا الحقيقه. طب اعمل انا ايه؟ يعني انا كل ما اقول كده اقول ايه اللي انا بقوله يعني؟ ما هي اصل دي الحقيقه يعني. انا بقول حاجه وبعد ما بقولها بقول ايه اللي بقوله ده. ما هي دي الحقيقه. ريحه السابليه نفسه على ريحه المربى، يعني حاجه. بصوا يا جماعه المنظر، بصوا الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر حقيقي. انا يعني انتوا احكموا بقى، انتوا اكيد يعني لامسين الكلام اللي انا بقوله. هنعمل كمان مع بعض واحده اهي بالشوكولاته. كان نفسي يبقى عندي شوكولاته بيضه، كنت هبدع لكم بقى في الاشكال. بعمل اشكال حلوه جدا بالشوكولاته البيضه والبني مع بعض. بس الحقيقه بقى يا ربنا يسهل واعرف اجيب. بس انا شكلي كده هقفل ومن غير ما اجيب بقى، مش هلحق. لما اخلي شويه اعملهم، مش عارفه لسه، هشوف انا هعمل ايه. ادي يا جماعه اهو المقابل بتاعها اهو يا حبايب قلبي. دي شوكولاته اهي، ايه رايكم؟ بصوا فتحت ازاي. انتوا متخيلين؟ من كتر ما هي ناعمه يعني، كويس انها نعمت كده قدامكم. هي الشوكولاته هتمسكها دلوقتي، تمسكها في بعض. شفتوا النعوميه؟ انتوا خدتوا بالكم؟ انا دوبك بضغط عليها بالراحه قطمت اهي، من كتر ما هي ناعمه، ناعمه جدا جدا يعني. بصوا شوكولاته اهي طالعه برضو بره منها سنه بسيطه. نعمل واحده كمان شوكولاته ناعمه قوي. عرفت انا عماله اقول لكم الريحه والجمال الحاجه دايبه دوب يا جماعه، حقيقي دايبه دوب. نعمل واحده بالورده بالشوكولاته برضو، عشان عايزه اشكل لكم كذا حاجه. والله لو عندي بس ابيض كنت اتفرجتوا على الجمال واللي انا عاملاه. اه كنت هعمل لكم اشكال، يعني حاجه اشكال حلوه جدا. اه الله 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 الله، ايه الجمال ده وايه الكلام ده. اهي تقفيله الورده اهي، شايفين؟ وتقفليها مقابل بعض عشان تديكي شكل الوردة، ما تبقاش ملوحة كده وملوحة. فهمتوني؟ ظبطي ايدك كده الشوكولاتة اهي الجناب اهي باينة حاجة يعني. بصوا المنظر، بصوا الجمال يا ولاد.
ايه الجمال ده؟ ايه اعمل لكم بقى واحده قلب. نعمل قلب، بس القلب انا ممكن اعمله بقى مربى، هقول لكم هنعمله ازاي. تمام كده، ده اللي انا قلت لكم عليه. حاول ايه، القلب الصغير ده مش هيستوعب بقى الشوكولاته من جوه نشكله بقى. هي صغننه مش عارفه اتحكم فيها كويس. اهي، بصوا المنظر الرائع، بصوا الجمال. ما شاء الله. بصوا المربى خارجه منها ازاي، عامله شغل برضه، عامله جو. بصوا المنظر، حاجه مش ممكن. هعمل لكم حاجه بشغل كده حلو، هوريكم برضه انا بعمل ايه بالشوكولاته. اه يا حبايب قلبي، شايفين المنظر الجميل الرائع البديع ده؟ منظر يعني خرافه خرافه. بس ايه، ما بهدلش الدنيا. اهو المنظر اهو، ده كمان منظر كده اهو. بس اهو ما ينشف بقى هنظبطه يعني. انا مش هحركه من مكانه عشان ما بهدلش الطبق كله، هو هينشف على وضعه وهظبطها. يعني اي حاجه زي كده المفروض يبقى عندي حامل كده مخرم احط عليه عشان لما يسقط يسقط بقى. بس انا ما عنديش الامكانيه دي الحقيقه، بس بظبط يعني، بعرف اتصرف اموري يعني. خلاص كده. وادي كمان يا ستي واحده، نجيب سكر بودره. سكر بودره، شايفين المنظر الرائع ده اهو. ايه الله، ايه الجمال ده؟ شفتوا الجمال ده؟ اعمل لكم شكل تاني برضه اهو. اه اه، بصوا الجمال، الله اكبر. بصوا حبايبي، اه منظر، بصوا الجمال، حاجه يعني مش ممكن. نعمل تاني مع بعض شكل ايه ورده. نعمل كده ايه، شكل ورده، واقول لكم هنعملها برضو ازاي، حاجه مختلفه. فهمتوني ازاي؟ احنا لازم نشكل ونعمل ايه، تشكيله كده ونظبط الدنيا. فين الورده المخرم؟ الورده المخرم بيتداري فين؟ اه تحت خالص. اهو، حطوا الورده بس ظبطوها اهو. شايفين المنظر ده؟ هتعملوا ايه بقى، هقول لكم اهو حالا. تنزلوا بقى بيها كده، شايفين الشكل ده اهو، من الناحيه دي حتى خليها كده اهو. عملناها بقى كده، اروح عامله كده. ليه بقى، هقول لكم ليه حالا. هروح نازله بايه، نازله بجوز الهند اهو كده. شايفين المنظر ده؟ زي البيتي فور، زي كل الكلام ده اهو. شفتوا بقى؟ ولو في شوكولاته بيضه بقول لكم بعمل حاجات روعه الحقيقه. هنعمل ايه بقى مع بعض تاني؟ هنعمل كده مربى. دي مربى مشمش، ها، مربى مشمش عاملاها على ايدي في البيت. يا مسهل الحال اهو. ده كده منظر. ايه تاني بقى؟ اعمل لكم منظر تاني. شايفين الشكل ده؟ حالا هقول لكم بعمل ايه. برضه عشان انا عايزاكم تبقوا شايفين كل حاجه اهو. ده كده مثلا شكل، بعمل ايه بقى اهو، بعمل كده. ده سكر بودره. خلاص كده، ممكن عشان المربى اختفت ممكن ابقى اروح مبينه تاني المربى اهو. فهمتوني اهو كده. ايه رأيكم بقى؟ بصوا المنظر والشكل. لو في بقى شوكولاتة بيضة انا بعمل شكل بيها حلو جدا. بروح واجيب بطرف المعلقة الصغيرة كده، وبعمل كده خيوط رفيعة جدا فوقيها كده، بتدي برضو شكل حلو قوي قوي قوي.
ايه رأيكم في المنظر الرائع ده؟ هكمل بقى كله على الوضع ده، ولو عرفت اتصرف في شوكولاتة بيضة هعمل، ما عرفتش ادينا مع بعض نعمل تاني وتالت. ايه المانع يعني؟ اهم حاجة بس تعملوا بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها، واعملوا كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة كده، واعملوا بطريقتي انا بتكاتي كده، مش هتندموا. القرفة موديها في حتة تانية خالص خالص، فوق ما تتخيلوا وتتصوروا. اللي بقول لكم عليه اسمعوه مني وجربوه، حتى اللي ملهاش في القرفة تعمل. احنا مش حاطين كمية ولا حاجة، ده هي معلقة كبيرة مسح على ال6 كوبايات. تمام كده. ادي منظر كمان اهو، مش محطوط عليه حاجة خالص. تشكلي بقى، تحطي ترشي سكر، تحطي جوز هند، تحطي شوكولاتة من جوه، تحطي مربى من جوه. هو التشكيل في ايدك انت. خلاص. ولا حد يقول لي محلات، ولا تجيبولي سيرة المحلات في اي اكل ولا في اي شرب ولا في اي حلويات خالص. امال احنا لازمتنا ايه؟ يلا هكمل بقى واوريكم المنظر الجمالي في الاخر، وهنشوف مع بعض كل حاجة حلوة ان شاء الله. مع الف سلامة. السلام عليكم، رجعت لكم اهو. علبة اهي نرص فيها حاجتنا. هنحط بقى في كل عين كده الايه، الشكل، مش هنحط كله مع بعضه. ايوه. نحط كده المدور لوحده كده، اللي هو الايه، كل حاجة لوحدها. وده كده اللي هو جوز الهند والمربى. ده كده المدور اللي بالسكر. فهمتوني؟ هقسمها نظام العيون كده. وده كده اللي هو المدور اللي بالشوكولاتة. فهمت؟ اللي هو شوكولاتة من قلبه يعني. وهنخلي بقى ايه، او خلي العين اللي في النص هي اللي فيها الشوكولاتات، اللي هو زي كده، اللي هو المنظر ايه ده. ايوه بص، انا خايفه اشدها، الشوكولاته قفشت. انا عايزه بالراحه عشان هي البسكوته دايبه دوب دايبه. بصوا لازقه ازاي من كتر ما هي دايبه. لازقه دايبه ولا ايه؟ دايبه دوب رهيب. مش متخيلين اللي انا بقوله. اهو برضو كده. عايزه ايه بالسياسه جدا جدا. اهو بس بالراحه بطلعها بالهداوه بالسياسه ازاي. اهو. ده كده يا جماعه بقى، كل عين هرص فيها كده، بحيث ان شاء الله نملاها كلها، وتشوفوا بقى الشكل الجمالي في الاخر. ده كده ايه، وادي كده المدوره اللي هي ايه، بالشوكولاته. فهمتوني؟ بس. وده قلب كده ايه، الصغنوني ده جميل، خليله العين الصغننه ده بالشوكولاته. فهمتوني ازاي؟ الشوكولاته من قلبه، لكن ده شوكولاته من بره. خلاص كده. بس هنرصها على هذا الاساس، واتفرجوا عليها في الاخر بقى عشان تقولوا لي ايه رايكم، وتقولوا لي كده انه حلواني اللي هيعمل لكم الشغل ده. انه حلواني مش في مصر، في العالم كله. شغل فاخر من الاخر، وافخم من الفخامه الحقيقه. كطعم وكريحه وكشكل وكل حاجه كل حاجه. البسكوت بصوا، تعالوا شوفوا هنا البسكوت عامل ازاي. بصوا البسكوت دايب خالص ازاي. دي الشوكولاته اللي هي كانت. لا، البسكوت دايب. انا لو مسكت لكم واحده هتلاقوها دابت في ايدي كده. انتوا شفتوني وانا بحشي، اعمل قطمت في ايدي من غير ما اكون بضغط عليها اصلا. هو لازم يبقى ناعم كده يا جماعه. هو لازم ما يبقاش ناشف ومشدد كده وتقطميه بالعافيه. لا، هو لازم وانت بتقطمي يبقى دايب في بقك زي الرمله كده. ما ايه، اما بتيجي تعملي رمله كده عليها ميه وتيجي تعمليها بتلاقيها هشه كده مفرفته. هو كده، هو ناعم جدا وفي نفس الوقت رملي، في نفس الوقت دايب دوب كده. خلاص. يلا اشوفكم على خير، ما اكمل بقى نكمل وارجع لكم. يلا مع الف سلامه. السلام عليكم، رجعت لكم اهو. عشان وانا بزوق كده، عملت شوكولاته في قلب الكيس عشان خاطر ايه، ازوق معاكم كده. ايوه. وبعدين نعمل اشكال بقى كده، يعني ايه، زي ما يجي معاكم. هو طبعا الشوكولاته سخنه جدا، سخنه جدا على ايدي. ايوه. دي نفس الكيس اهو. ايوه. انا كده مثلا عملنا ايه،
شكل كده برضو. نعمل ايه، نعمل كمان نعمل شكل تاني كده. يعني نعمل ايه هنا، نعمل برضو كده ايه شكل كده فوق الوردة، وردات، نظام وردات اهو. نعمل برضو ايه الكيس سخن جدا عليا، بس يلا زي بعض عشان خاطركم. اهو يعني بنحاول نشكل برضو ايه تشكيلات كده برضو ايه ماشي حالها. الكيس طبعا ده كيس سندوتشات يا جماعة، انا ايه عاملاه ايه يعني قطع منه حاجة صغنونة جدا يعني. ايه ادي شكل برضو. يعني نحاول نشكل كده ايه كل واحد يزوق بقى بذوقه. انا اديتكم برضو ايه الشوكولاته ايه مسكت ولا ايه، في جزء جامد باين. اهي فتحت، كان في قطعه باين مش سايحه قوي. يعني زي كده برضو ايه دي برضو شغل كده حلو قوي. يعني المهم ايه تبقى فيها كميه شوكولاته برضو تبقى حلوه، بحيث ايه اللي ياكل برضو يبقى القطعه فيها شوكولاته حلوه كده، ما تبقاش الشوكولاته قليله يعني. فهمتوني ازاي؟ اهو شكلنا كده، وفي حاجات احنا شكلناها برضو ايه. نعمل ايه تاني حلو كده، نزود شوكولاته شويه بس عشان تبقى القطعه مليانه بس شوكولاته، متبقاش الشوكولاته قليله فيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. حاجات في منتهى الجمال يا جماعه اهو. ايه رايكم في المنظر الرائع ده؟ طبعا كل ده انا هرصه بقى في العلبه. انا عملت برضو شويه حاجات تانية سابتني كده، لو في حاجه قليله نكترها شويه من الشوكولاته عشان ما تتهدرش خساره. احنا عايزين برضو الحاجه اللي ياكل تبقى الحاجه برضو مليانه كتير شوكولاتات برضو. ده كده شكل تاني هو لسه كل ده هرصه، بس طبعا عشان بالشوكولاته لازم احطه في الصاج عشان خاطر قبل ما ارصه في العلبه اهو. هنعمل هنا برضو نزود شوكولاتات هنا شويه، برضو مش عايزه اهدر الشوكولاته دي خساره طالما فاضت مني اعملها. فاهمين ازاي؟ اهو كده. فين تاني نعمل هنا اهو. شفتوا يا جماعه المنظر جميل ازاي، منظر رائع اهو. اهو كده يعني. واسمنا برضو عملنا كام شكل كده مختلف وبقت حلوه خالص. نعمل واحده مدوره برضو نعمل فيها برضو شكل كده ولا حاجه. نعمل واحده تانية يعني. اهو جميل حقيقه يعني، حاجه جميله الحقيقه، حاجه عملناها في البيت بايدينا. مفيش احلى من كده، مفيش اي حلواني هيعمل لك اللي انا عملته ده. في شغل المحلات يا جماعه مفهوش الكلام اللي انا بعمله ده خالص. انا عشان غاويه برضو بتعلم، انا حتى اما اتعلمت محدش قال لي تعالي اتعلمي، لا انا كنت بشوف بعيني إيه اللي بيعمل ازاي، وكنت بتعلم بالنظر. يعني ما كنتش بقعد اعمل بايدي ولا
ولا حد مثلا بيقول لي تعالي اعملي لا، انا كنت بالنظر كده وعرفت بالنظر وان انا بستطعم الحاجة. فكنت ده برضو كان مديني فرصة برضو ان انا ايه اتعلم في، لان انا من الناس اللي بتستطعم الاكل. فاهمين اقصد ايه؟ فحتة البني ادم اللي بيتذوق الاكل ده هتلاقيه يعرف الحاجة بالنظر كده بعينيه، هيقدر يوصل الحاجة ويخليها برضو ايه بطعمها الجميل. يعني فاهمين اقصد ايه؟ مع بعض كده وحدتين بالسكر. ايوه اهو كده. بس عشان ايه خلي وحدتين سادة على وحدتين بالسكر، يبقى برضو شكلنا كده الدنيا برضو. بس كده خلاص كده. يبقى شكلنا برضو. وهنعمل بقى ايه كم واحدة بجوز الهند والمربى. لازم عشان اعملها بالجوز الهند والمربى لازم اعمل كده الزقها، يعني احط فيها حاجة الجوز الهند يلزق فيها. فهمتوني ازاي؟ كده يعني اهو. اروح منزلها كده في جوز الهند اهو. يا جماعة نعمل كمان ايه وحدتين كده اهو. ايوه اهو تمام. اروح اعملها في جوز الهند وهكذا. كم قطعة بجوز الهند، كم قطعة يعني التشكيلة كده زي ما احنا متفقين يعني. نعمل المربى دي كده اهو. مش هنعمل بقى بجوز هند تاني كده حلو قوي، نخلي الباقي سادة. لازم نرضي جميع الأذواق ونشكل علبتنا يعني أو طبقنا أو السرفيس بتاعنا. أيوة بحيث إن كل حاجة تبقى متشكلة. نحط بس إيه المربى في الحاجات اللي اتدارت دي كده عشان يبقى معروف إن ده مربى. هجيب مربى تاني وهكملهم يعني، بس قلت أعمل دول قدامكم بس. لازم يبان ده إيه برضه. فهمتوني؟ أيوة مش الحاجة تتغطى بقى يبقى خلاص لا. يعني دي كانت معمولة بالشوكولاتة حطيت عليها مربى عشان الشوكولاتة خلصت خلاص. كده هجيب شوية مربى بقى اكملهم هرجع لكم بقى ايه وانا بقى بعد ما ارص العلبة كده. يلا مع السلامة. كده يا جماعة بنرص العلبة اهي. الرحمن الرحيم اهو. العلبة اهي قدام عينيكم. حاجة يعني مفيش اشيك ولا اروع من المنظر الرائع اللي قدامكم ده. يعني انا عايزة بس حد يقول لي المنظر ده انتوا ممكن تسموه ايه؟ يعني انا عايزه حد بس يقول لي المنظر ده ممكن يتسمى ايه؟ اه ايه الروعه دي؟ ايه ده ايه ده؟ كل ده يا جماعه من اقل من كيلو دقيق. انتوا متخيلين اللي بقوله؟ اخدت 6 كوبايات وفضل من الكيلو دقيق نص كوبايه ده. يعني انا فعلا ما خدتش الكيلو كله. فهمتوني؟ ايوه بصوا المنظر يا حبايب قلبي. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه والله. يعني انا بصراحه من حد بس يقول لي ده ايه اهو، عشان الحاجه تبقى برضو باينه لكم شكلها. مش قادره اتك عليه هلاقيه فرفت مني حاجه يعني مش ممكن. يعني الراجل والله مديني كيلو دي 6 كوبايات ونص. يعني ما خدتش الكيلو، انا خدت بالمعيار اللي انا استعملت بيه. فهمتوني؟ اللي هو ال6 كوبايات، لان انا عامله المقدار ده عباره عن ايه 6 كوبايات بس. فما خدتش بقى بقيه الكيلو الحقيقه، ويا ريتني كنت خدته. يعني جت على نص كوبايه وكنت زودت لها بقى زبده بطريقتي وظبطتها. بس انا قلت اخد ايه بالمقدار عشان السمنه تبقى مظبوطه وكله مظبوط. فهمتوني ازاي؟ لكن اتضح ان انا خدت سمنه تاني ساعه ما زودت سمنه تاني عشان لقيت الدقيق برضو الدقيقه ناشفه. ادي المنظر اللي اكتر من رائع. هو الحقيقه مش رائع،
هو الحقيقة اكتر من رائع يعني. بصوا كده قدامكم المنظر اهو، المنظر اهو. بصوا المنظر ده، بصوا يا ولاد، بصوا حبايب قلبي، ايه الجمال ده، ايه الروعة دي. انا عايزة اقول لكم هتجيبوا العلبة دي من اي والله العظيم هتبقى غالية جدا جدا، ومش طعمها ده خالص، والله ما هتلاقوها بالطعم الجميل ده. يعني الواحد ما يكون عامل حاجة جميلة، ايه المانع اللي يقول جميلة ويمدح فيها، عشان هي فعلا جميلة، يعني هي حقيقي جميلة اهو. ده كده بالمكسرات، ده كده يا جماعة كل ده الجزء ده كله بالمكسرات، بندق ولوز وعين جمل. الصف ده كله العلبة دي كده، الصف ده كده المكسرات، ده بالشوكولاتة والمحشي المربى اللي انا عاملاه مربى المشمش. وهنا بقى مشكل محشي شوكولاته على محشي مربى ومشكل كده، ده سكر بودره، ودي مربى اللي موجوده. وفي حاجات محشيه هي شوكولاته مثلا، وسكر برضو بودره وشوكولاته على الوش. هنا جزء عاملاه ساده بالمربى، وفي بالشوكولاته من جوه، ودوت بالمربى مثلا، وفي هنا تحت بالشوكولاته، وهنا بالمربى والسكر البودره، وهنا بالمربى وجوز الهند. يعني انتوا شايفين المنظر ده ولا ايه بالظبط؟ ايه رأيكم صحيح؟ يعني انا عايزة حد يقول لي ايه رأيه. حاجة حاجة روعة. وهنا بقى برضو مشكل شوكولاتة وعلى جوز هند برضو. الخانة دي كده صغنونة حلوة، حاطين فيها القلوب الصغننة الطعمة دي الجميلة اللذيذة قوي. بصوا الجمال، الله 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 الله. ويعني مفيش اجمل من كلمة الله حقيقة. وادي هنا هو اللي كله بالمربى المشمش والسكر البودرة. وهنا برضو بمربى المشمش على شوكولاتة برضو قلبها، على سكر بودرة، على تشكيلة. وهنا كله بالشوكولاتة على برضو المربى، جزء محشي شوكولاتة من جوه وجزء محشي مربى اهو زي ما انتم شايفين، ومتزوق بالشوكولاتة من بره. يعني بصوا الجمال، عارفين انتوا الجمال كله، هو ده الجمال يا جماعة، هو ده الجمال، هو ده الجمال، هو ده الجمال، ومفيش اجمل من كده. عايزة احلى لايك، واحلى اشتراك، واحلى سبسكرايب، واحلى شير لحبايبكم كلهم، عشان عايزة كل الناس تتعلم الحاجات الحلوة دي، عشان ان شاء الله لما يجي العيد عليكم كده ان شاء الله يا رب يجي علينا وعليكم بخير كده وعلى العالم كله. عايزاكم تعملوا الحاجات الحلوة دي في العيد. فهمتوني؟ انا بسبق بدري شويه عشان الناس تلحق برضو. اللي عايز يجرب في كوبايتين يا جماعه يجرب، اعملوا الطريقه والعجينه توصلوا لها زي ما وريتكم، ملساء وناعمه جدا، ما تبقاش ايه. ولازم كيس بلاستيك من فوق ومن تحت، وتفردوا بالنشابه، وامشوا على كل ايه الوصفه زي ما هي بالظبط زي ما انا قايله لكم. وحطوا قرفة. اتفرجوا على الريحة، انا مش قادرة من جمال الريحة، ريحة القرفة على ريحة الشوكولاتة على ريحة المربى، ريحة السمنة اللي فيها، حاجة يعني مش ممكن، معمولة بزبدة يا جماعة. خلاص كده اعملوا كده وكلوا واتبسطوا، واكلوا ولادكم واتبسطوا، وفرحوا ولادكم، وقعدوهم يعملوا معاك ويتعلموا. انا اتعلمت وانا صغيرة بالعين وبالنظرة، صدقوني والله بالعين وبالنظرة، كنت بشوف اللي بيعمل وبقعد واتعلم كده بالنظره، اشوف الحاجه ريحتها ايه وطعمها ايه، والحاجه ما كانتش بتروح من بالي من كتر ما هي جميله. فهمتوني؟ عارفه لما تاكلي حاجه كده اكله حلوه او حاجه حلوه ما تروحش من بالك، اهو انا كده كل اكل لزمان وحاجه دي مش رايحه من بالي يا جماعه. انا عشان كده بعمل لكم الحاجات الحلوه اللي انا عايزاكم تاكلوا بيها وتأكلوا ولادكم بيها، وتستعيدوا الأيام الحلوة الجميلة والذكريات الجميلة والأكلات الجميلة والحلويات الجميلة. حد يقول لي في أجمل من كده؟ يلا حبايب قلبي ما تنسونيش في الدعاء. يعني أنا ربنا يعلم أنا بعمل لكم زي ما انتوا شايفين كده، الحمد لله إن أنا برضو بشتغل بما يرضي الله. وعايزة منكم بقى الكومنتات الحلوة بقى على الحاجات الحلوة دي، ماشي؟
يلا حبايب قلبي، اشوفكم في وصفة جديدة، في حاجة حلوة. مش عارفة اعمل لكم ايه احلى من كده، مش عارفة صراحة. مفيش اجمل من كده. مش عارفة انا اسمي الفيديو ده ايه الحقيقة. خلاص. و... وتابعوني بقى كده دايما باستمرار. فعلوا زر الجرس عشان دايما كل وصفاتي ان شاء الله الجميلة دي تعجبكم وتوصل لكم. الاشتراك والدعم والشير. وقولوا لي انتوا من انهي بلد. وشكرا لكل حد والله بيدعمني وبيقول لي كلمة حلوة. وهو الف شكر. يعني مش لاقيه كلمة اكتر من كده غير الف الف شكر ليكم كلكم على دعمكم. وكل حبايبي وكل الناس اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش، كتر خيركم والله تشكروا. والاشتراك يا جماعة، اشتراك. يلا شكرا، مع الف سلامة. واشوفكم في وصفة جديدة، في حاجة حلوة جديدة. واعملوا كل حاجة كده بقى بايديكم. مفيش احلى من ايديكم اللي بتعمل احلى حاجة. يلا وربنا يصلح ما بين ايدينا كلنا. شكرا، مع الف سلامة.